نشرة الأخبار من قناة السعودية مباشر، مرحبا بكم. الملك سلمان يحل هيئة البيعة قبل قليل. تقرير يؤكد فشل قمة العشرين قبل أن تبدأ. جماعة الحوثي تعلن عن قصف مناطق حساسة في السعودية. السعودية تعلن التطبيع مع إسرائيل وبن سلمان يلتقي نتنياهو في نيوم. السلطات السعودية تصدم المواطنين بشأن ضريبة القيمة المضافة. الاتحاد الأوروبي يوجه تحذيرا للسعودية لهذا السبب. توجيه عاجل من الأرصاد الجوية حول الحالة الجوية في المملكة. إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مصادر استخباراتية من العاصمة السعودية الرياض أن الملك سلمان اتخذ قرارا ملكيا بحل هيئة البيعة في المملكة، وذلك بعد القرار التي اتخذته بعزل ولي العهد محمد بن سلمان. المصادر أكدت أن الملك، وعلى الرغم من انشغاله بترتيب قمة العشرين ومتابعة القرارات الصادرة عنها، إلا أنه اتخذ هذا القرار على أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة وفي الوقت المناسب. وفي التفاصيل قالت المصادر إن الملك استدعى الأمير أحمد بن عبد العزيز لمحاولة الوقوف على ما يقوم به في هيئة البيعة من تحركات مضادة للملك وابنه، ولكن الطاقم الأمني الأمريكي المكلف بحماية الأمير أحمد رفض أن يقوم الأمير بتلبية دعوة الملك، وذلك خوفا على حياته. المصادر أضافت أن رفض الأمير أحمد دفع الملك سلمان لاتخاذ قرار بحل هيئة البيعة ككل وإعادة هيكلتها، مع تكليف الأمير محمد بن سلمان باتخاذ ما يراه مناسبا لتعيين أعضاء جدد في هيئة البيعة وعرضهم على الملك سلمان قبل إعلان الأسماء الجديدة. تظهر حقائق أن مجموعة العشرين الدولية برئاسة المملكة العربية السعودية فشلت قبل أن تبدأ في ظل حملات مقاطعة واسعة وتدابير فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد. وكان الأول من ديسمبر كانون الأول من العام الماضي موعدا بهيجا وغير مسبوق للنظام آل سعود، عندما استلم رئاسة قمة العشرين لتكون المملكة أول دولة عربية تتولى رئاسة المجموعة. 11 شهرا سارع خلالها ولي العهد محمد بن سلمان في سباق مع الزمن لإثبات صورته كشخصية مصلحة في المملكة العربية السعودية التي عرفت بالتزامها الديني وتقاليدها الاجتماعية. لكن القمة التي عقدت افتراضيا يومي السبت والأحد الماضيين شكلت فشلا مدويا لنظام آل سعود من جهة وفشلا آخرا للقمة الدولية. أعلنت جماعة الحوثي الاثنين عن استهدافها محطة توزيع أرامكو في جدة، فيما لم تؤكد السلطات السعودية أو تنفي الهجوم. وقال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع في تغريدات عدة على حسابه في تويتر إن القوة الصاروخية تمكنت من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2، وأشار إلى أن الصاروخ الجديد دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد. وأكد أن الإصابة دقيقة جدا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. وأضاف أن هذه العملية التي وصفها بالنوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان، وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي. وطالب المتحدث باسم جماعة الحوثي الشركات الأجنبية العاملة والسعوديين بالابتعاد عن المنشآت الحيوية كونها ضمن بنك الأهداف في عملياتهم المستمرة. ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية والسلطات السعودية لم تصدر نفيا أو تأكيدا للهجوم على المحطة في جدة. كشفت وسائل إعلام عبرية الاثنين عن عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاء سريا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية الأحد. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية كان الرسمية وإذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة هآرتس وصحيفة يدعوت أحرنوت أن نتنياهو زار السعودية سرا الأحد والتقى بولي عهد السعودية ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هناك. ونقلت كان عن مصدر إسرائيلي لم تسمه أن رئيس الموساد يوسي كوهين رافق نتنياهو في زيارته إلى السعودية. وأضاف أنهما التقيا بن سلمان ومايك بومبيو وعادا بعد 5 ساعات فقط. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من مكتب نتنياهو، كما أنه لم يصدر أي تعقيب من الجهات الرسمية السعودية. وفي وقت سابق ذكرت كان أنه تم تداول أنباء عن رحلة غير عادية غادرت من إسرائيل أمس متوجهة إلى مدينة نيوم السعودية، حيث التقى بن سلمان وبومبيو.
وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت فقد أقلع نتنياهو ورئيس الموساد من مطار بن غوريون على متن طائرة تنفيذية إسرائيلية خاصة على متن رحلة مباشرة إلى نيوم في المملكة العربية السعودية. وبعد حوالي 3 ساعات ونصف الساعة على الأرض أقلعت الطائرة إلى إسرائيل، وهبطت الطائرة في مطار بن غوريون من جديد. أعلنت الحكومة السعودية رفض إلغاء قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن الحكومة لن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة ل3 أمثالها إلى 15% في الأمد القصير والمتوسط، لكنه أوضح أنها قد تبحث ذلك في الأمد البعيد. وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات قمة مجموعة ال20 التي انعقدت عبر الإنترنت على مدى يومين إن قرار ضريبة القيمة المضافة صعب، لكنه خيار ضروري جدا لدعم الاقتصاد في المملكة العربية السعودية. وكان وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي قال الأسبوع الماضي إن المملكة قد تراجع زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد زوال جائحة فيروس كورونا المستجد. أكد الاتحاد الأوروبي أن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية خطير للغاية، وذلك في أحدث إدانة دولية لانتهاكات نظام آل سعود وسياساته التعسفية. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وكذلك أوضاع الأشخاص الذين يدافعون عن الحقوق الأساسية باعتباره موضوع مستمر ويشكل حالة خطيرة للغاية. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي عقدته المفوضية الأوروبية قبيل انعقاد قمة افتراضية لمجموعة ال20 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. وتابعت نتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، كما نتابع أوضاع الأشخاص الذين يدافعون عن الحقوق الأساسية بما في ذلك حقوق المرأة والحقوق الفردية أيضا. وشددت رئيسة المفوضية مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل في نفس المؤتمر على أن قمة ال20 ليست حدثا ثنائيا، وإنما هي قمة متعددة الأطراف. أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية تنبيها اليوم من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة. وذكرت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة 10 صباحا وتستمر حتى الساعة 8 مساء. وتوقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند استقرارا جويا عاما اليوم يسبق حالة مطرية رابعة واسعة شاسعة قد تبدأ يوم الخميس وتستمر حتى مطلع ديسمبر. وقال المسند يشمل نطاق تأثيرها معظم مناطق المملكة العربية السعودية، ومتوقع أن يكون للغربية والجنوب الغربي الحظ الأوفر منها. وأضاف أن العاصفة المدارية جاتي تجثم فوق خليج عدن اليوم وتتجه غربا، وربما تجلب معها كتلة هوائية علوية مفعمة بالرطوبة متوقع في ذات الوقت أن تدفعها ناحية أجواء السعودية في نهاية الأسبوع لتكون وقودا للحالة المطرية الرابعة الواسعة والشاسعة.